لازم كل يوم قبل ما تنامي تتخيلي انك خسيتي، تقعدي تتخيلي كده، هو ده اللي هيخليكي فعلا تخسي. لو انت مش بتحلمي انك بتخسي او انك خسيتي، عمرك ما هتخسي. اقفلي النور، اقفلي الباب، غمضي عينيكي. رحت المحل الفلاني وجبت اللبس اللي انا عايزاه، انا الفستان اللي كنت هموت عليه لبسته، انا نظره الناس ليا اتغيرت، انا الناس بقت معجبه بيا اكتر، انا بقى عندي فرص في الشغل اكتر، انا بقيت بجري احسن، انا بقيت بعرف اتنفس، انا بقيتش منهج وانا بطلع السلم. لما فعلا بقى تتخيلي كل الحاجات دي، ده هيوديكي انك فعلا تخسي. وانا هثبت لك ان ده مش هبد، وده فعلا حصل معايا انا في تجربتي وانا بخس ال 80 كيلو. اقسم بالله انا حلمت بكل حاجه حصلت دلوقتي، وعمركم ما تتخيلوا الموضوع ده فرق معايا ازاي. وعمركم ما تتخيلوا ان هو مش بس ساعدني ان انا اخس ال 80 كيلو، لا، هو ساعدني في حياتي كلها. مفيش حاجه في حياتي حققتها الا لما تخيلتها وحلمت بيها قبليها. انا عايز اقول لكم ان انا كنت بقفل النور ومش جاي لي نوم، اخش اغمض عيني واقعد اتخيل ان انا بقيت بدخل القميص جوه البنطلون. ان انا والله ده كان حلم، ان انا اشتري قميص ابيض واجيب القميص الابيض ده ادخله جوه البنطلون واقفل الزرار اللي فوق والبس جرافطه. والله العظيم ده كان حلم. كان عندي حلم ان انا كل الناس اللي اتريقت عليا ان انا ابقى احسن منهم، وان انا ما ذلهمش ان انا بقيت احسن منهم، لا، اشوف نظرات الاعجاب في عينيهم ونظرات ان هو انا انا شكلي وحش قوي دلوقتي، ده هو دلوقتي بقى احسن مني، بقى اجمد مني. ده الموضوع ده كنت بقعد اتخيله بشكل مش طبيعي، مش طبيعي. كنت بقعد اتخيل ان انا بقيت سريع، بقيت بعرف اجري، وان انا نزلت ماتش كوره وبقيت نفسي احسن من الناس اللي بتلعب، لان انا كان دايما نفسي بيقطع. ان انا بقيت بطلع السلم من غير منهج، بقيت بركب اي حاجه، عايز اركب طياره، عايز اركب عربيه، الكرسي مش خانقني. كنت بقعد اتخيل كل الحاجات دي، اتخيل ان الناس معجبه بيا اكتر، اتخيل ان انا بقيت واثق في نفسي اكتر. والله العظيم زي ما بقول لكم كده، كنتش بنام، كنت بقعد ممكن ساعه، ساعه ونص، اتخيل ان انا وصلت لكده. بس كنت بعمل حاجه تانية علشان الحلم ده فعلا يتحول حقيقه، هقولها لكم في اخر الفيديو، وهي تركه بسيطه جدا وبنفس الطريقه. يعني الموضوع انتوا لما هقوله لكم هتحسوا ايه ده، طب احنا ما بنعملش كده ليه فعلا. وعلى فكره الموضوع ده مش شغال معايا بس، هو شغال مع ناس كتير قوي. يعني محمد صلاح كان ليه فيديو مشهور قوي بيقول ان هو تخيل كل الجوائز اللي اخدها، تخيل كل البطولات اللي حققها، تخيل انه ودى مصر كاس العالم. كل الحاجات اللي هو تخيلها هو فعلا حققها. فهو هيحققها ازاي هو ما كانش عارف، بس هو تخيل وكان متاكد انه هيوصل. ليه؟ لانه تخيل الموضوع. ومش محمد صلاح بس، ده ناس كتير قوي. وعايز اقول لكم ان الموضوع ده ما ينفعش معايا بس ان انا اخس، لا، انا عايز اقول لكم ان فكره الشركه بتاعت النيوتريشن والورك اوت اللي انا عاملها دي، والله العظيم كانت حلم. انا كان عندي حلم ان انا بعد ما خسيت ان انا اساعد الاف الناس ان هم يخسوا، عن طريق ان انا اعمل ميكس ما بين التجربه الذاتيه بتاعتي ان انا خسيت 80 كيلو، وما بين الكورسات اللي خدتها في النيوتريشن، وما بين الكورسات اللي خدتها في الكوتشنج، وان ادمج بقى كل الحاجات دي مع بعض في شركه، وان الشركه دي تسيرف ناس كتير قوي وعدد كبير قوي، واثر في اكبر عدد ممكن، وان الناس اللي تخس دي ما ترجعش تزيد تاني. والله العظيم كنت بحلم بكده، والله كنت بحلم بكده، والحمد لله ربنا وفقني. السوشيال ميديا، انا عايز اقول لكم ان الانستجرام ده انا كنت بحلم، شوف ساعات بيبقى كرم ربنا اكبر. انا كنت بحلم بس ان انا عندي 25000 على الانستجرام فولورز بتاعي، سبحان الله، يعني معدي الربع مليون. ليه؟ عشان انا كنت متخيل ان انا هعمل فيديوهات تاثر في الناس. انا متخيل ان انا هعمل فيديوهات تخلي الناس تتحرك، تخلي الناس تروح، وان الناس يعني يبقى في نظره اللي هو ايه ده، في حد عملها فانا اعملها. والله العظيم ثلاثه كنت بحلم بكده. وكنت بحلم بالحاجات بقى اللي هي بتاعتي، اللي هو انا بحلم ان انا اطلع في التلفزيون وطلعت في التلفزيون، انا بحلم ان انا مش عارف اتكرم في ايه واتكرم في كل حاجه حلمت بيها الحمد لله، او معظم الحاجات طبعا مش كل حاجه، بس معظم الحاجات اللي انا حلمت بيها اتحققت. بس بعد 5 6 سنين. يعني موضوع السوشيال ميديا ده انا قعدت 5 6 سنين قبل ما ابدا صناعه محتوى اصلا بحلم ان انا ابدا صناعه محتوى، وان انا لما اعمل صناعه محتوى ان انا اثر في الناس. عايز اقول لكم ان حتى اليوتيوب، يعني شوفوا اليوتيوب، بالرغم ان انا على اليوتيوب ما جبتش حتى ال 15000 سبسكريبشن، وبالرغم من كده الا اني كل اسبوع كل يوم سبت بنزل لكم فيديو الساعه 2. ليه؟ علشان انا قبل ما انام بتخيل ان انا هاثر في 100000 واحد على اليوتيوب. بس ممكن الناس اللي بتتفرج بتنسى تعمل لايك، تنسى تعمل سبسكرايب للقناه، فبالتالي
ما بوصل الفيديوهات ممكن تكون ما بتوصلش قوي، بس انا عارف ان يوما ما ان شاء الله في فيديو هيوصل، وان انا اعرف اثر في 100,000 واحد انه يخس ويغير من حياته. وبقعد احلم بدرع اليوتيوب، ان اليوتيوب بعتوا لي الدرع بتاع ال 100,000 سبسكريبشن، وان انا مبسوط جدا. فعشان كده انا مستمر. الحلم اللي انا بحلمه كل يوم هو اللي مخليني مستمر، هو اللي مخليني بصور فيديو ده دلوقتي. احلامي وعلى ضمانتي، بس احلامي بضمير. ووسعي احلامك. انت ما خسيتيش 10 كيلو بس، لا، انت خسيتي ال 30 كيلو اللي نفسك تخسيهم، انت خسيتي ال 40 كيلو اللي نفسك تخسيهم. طب ازاي الحلم بقى والتخيل ده يتحول لرغبه ويتحول لحقيقه؟ تركه صغيره قوي، انك وانت بتحلمي انك حققتي الحاجه، تحلمي وتتخيلي الثمن اللي هتدفعيه عشان توصلي للحاجه. فخلينا نقول ان انت مثلا عايزه تخسي 10 كيلو، وتخيلي للاخر انا لما خسيت 10 كيلو دول حسيت بايه، وصحتي اتحسنت قد ايه، وثقتي بنفسي عليت قد ايه. بعد ما تخلصي ده، تخيلي الثمن اللي انت هتدفعيه علشان تخسي ال 10 كيلو. انا مضطره ان انا اوفر وقت للتمرين، انا مضطره ان انا اجهز وجبات الاسبوع، انا مضطره ان انا احرم نفسي من الاكل اللي انا بحبه، انا مضطره ان انا اخسر علاقات شخصيه علشان الوقت هيبقى محدود، عشان انا عندي اولويات. انا مستعده ان انا ادفع الثمن علشان اخد الحلاوه اللي هتيجي لما اخس ال 10 كيلو. انا مستعده ان انا ادوس على نفسي في التمرين، واشيل اكتر، واجري الدقيقه الزياده دي. انا مستعده ادفع الثمن. اشحني بقى نفسك بالثمن ده، اشحنيه، وقسمي الهدف بتاعك لاهداف صغيره. يعني هم مثلا لو هم 10 كيلو قسميهم 5 و5، لو هم 20 كيلو قسميهم 4 خمسات. وابتدي ان انت حولي بقى الطاقه دي اللي انت خدتيها طول الليل وانت قبل ما تنامي، والثمن اللي انت خلاص تخيلتي، ده انا هبقى نفسي في البيتزا ومش هاكلها، ده انا هبقى نفسي في البرجر ومش هاكله، ده انا مش هقابل صحابي الاسبوع ده عشان عندي ميعاد الجيم. لما هتجمعي الاتنين دول مع بعض هيودوكي في حته تانية خالص. لازم تكوني مهووسه بالحلم. مش مهم هتحققيه ازاي، بس يبقى اولويه رقم واحد في دماغك. انت اوبسيست، اللي هو انا ازاي هعمل كده. فلازم ده يبقى في دماغك دايما. اي حاجه تقدري تتخيليها تقدري تعمليها، لازم تبقي فاهمه ده. طالما تخيلتيها هتعرفي تعمليها. واخيرا، اوعي تيأسي، واوعي تبطلي تحلمي. مهما وقعتي تفضلي تحلمي، ومهما وقعتي ما تيأسيش. عايز اقول لك ان انا خسيت 80 كيلو بعد 59 محاوله فاشله، ده غير الوقعات اللي في النص. اوعي توقفي. اكتبوا لي في الكومنتات هل انتم موافقين على الفكره دي وحاسين ان هي حقيقه فعلا ولا مجرد وهم. واكتبوا لي في الكومنتات هل انتم جربتوا الموضوع ده ونفع معاكم، او جربتوه وما نفعش معاكم. ولو عمركم ما جربتوه اكتبوا لي في الكومنتات ان انتوا هتجربوه، وتعالوا بعد شهر قولوا لي النتيجه. شكرا ليكم ان انتوا اتفرجتوا لحد هنا. استنوني السبت الجاي الساعه 2. سلام.